يا صباح الخير والهنا والسعادة على أحلى عيون متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. فيديو بقى بعد غياب طويل، بعد أجازة طويلة، بعد راحة طويلة، بعد معاناة بقى وقصص وحكايات كتير قوي، بس الحمد لله رجعت لكم. متحمسة قوي للفيديوهات، متحمسة للتصوير، وحشتني الكاميرا وانتوا كمان وحشتوني جدا جدا جدا. قلت اعمل معاكم المقدمة، يا رب الفيديو يكون النهاردة خفيف كده على قلوبكم وفي حاجة حلوة قوي ان شاء الله هتبسطكم. يلا بقى نسمي الله ونبدأ كده مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة. انا اسمي فاطمة ودي قناتي، اتمنى تشتركوا فيها ويوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. بحبكم جدا في الله يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. يلا نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، ونسمي الله بقى ونتوكل على الله كده ونشوف. الفيديو بتاعنا النهاردة فيه حاجات حلوة قوي كتير، وان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال رضاكم وتاخدوا منه طاقة كده وحماس. طبعا انا فقت بقى، قلت لا الحق نفسي كده، خلاص المدارس على الابواب. الدنيا عندي زي ما انتم شايفين بايظه ومتبهدله، يعني الحمد لله الحمد لله، بس باذن الله هلمها والدنيا هترجع زي الفل. قمت بقى كده، كان عندي هدوم على السفرة نظيفة على هدوم مش نظيفة، فظبطت الدنيا كده. شلت بقى كل حاجة مكانها، ان الهدوم النظيفة طبقتها وشلتها، واللي محتاجة الغسالة حطيتها في الغسالة. طبعا الفترة اللي فاتت دي كان عندي شوية ظروف كده، بس الحمد لله عدت على خير والدنيا اتظبطت معايا، وانا كنت تعبانة شوية كده. وبصراحة ما كنتش قادرة ان انا اصور ولا اعمل حاجة، فقلت ايه، اخد بريك كده واخد راحة استعيد طاقتي ونشاطي عشان اقدر اكمل معاكم. فالحمد لله توكلت بقى على الله كده وقمت بقى خلصت اللي ورايا، شلت الحاجات اللي على السفرة ولمعتها ونفضت المفرش ورجعته تاني مكانه وحطيت الفازة هنا بقى. كانت في حاجات على على الجزامة، قلت هشيل كل حاجة في مكانها عشان خاطر الولاد طبعا الحاجة بيجيبوها ما بيشيلوش. فانا ايه قلت بقى وانا بروق كمان بالمرة هرجع كل حاجة مكانها عشان كل حاجة معايا تبقى نظيفة. بس كنست بقى، قلت اكنس كمان معايا السجادة عشان خاطر مش نظيفة خالص، والدنيا عندي تبقى نظيفة وكده. انا بصراحة مش بحب الدنيا مش يعني بحب النظافة جدا، بحب الحاجة متنظمة كل حاجة تبقى في مكانها. ببقى مبسوطة وببقى مرتاحة نفسيا، انما الحاجة اللي كل حاجة في حتة دي وكل حاجة متنعكشة وكده، لا بصراحة ما بحبش كده، بحس ان انا مش مرتاحة خالص. بس خلصت بقى الركن بتاع السفرة ولمعته وظبطت الدنيا. كان عندي غسيل قلت هطبقه كده برضو على طول وانا واقفة علشان خاطر ايه، اشيله جوه. عايزه اقول لكم هو يعني انا مش عارفه ولا الغسيل بيخلص ولا المواعين، بس الواحد زهق والله العظيم، كل شويه غسيل تطبيق مواعين. الحمد لله ربنا يقوينا ويدينا الصحه يا رب، ويعين كل حد على بيته وعياله يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم بقى حاجة كده، بس بصراحة هي مضايقاني قوي. بقيت شايفاها كتير قوي، الناس بقت بصراحة صعبة جدا. الناس ما بقتش زي زمان، ما فيش حب لبعض، ما فيش خير. ده كويس بما يرضي الله بتعامليه حلو، وفجأة تلاقيه راح قالب عليكي. تعامليهم كويس وبما يرضي الله وزي ما ربنا قال، وفجأة تلاقي الناس دي بتقلب عليكي بدون اي مقدمات او على حاجات تافهة خالص، يعني ما تستاهلش ان الواحد يزعل عشانها او يعمل مشكلة او يكبر الموضوع او الحاجات دي كلها. فبصراحة انا بقيت شايفة الناس ما بقتش زي زمان، ما بقوش كويسين، ما بيقدروش بعض، فالدنيا اختلفت خالص عن الاول. فهو العيب مش في الدنيا ولا العيب في الزمن، هو العيب في الاشخاص، العيب في الناس، العيب بقى فينا احنا في قلوبنا. محدش بقى يتعامل كويس مع حد. فالدنيا بقت وحشة قوي بصراحة. فيعني ربنا يبعد عننا الناس القلابة دي اللي بوشين، ويقرب مننا الناس النظيفة الحلوة يا رب، اللهم امين. لان الواحد فعلا ابتدى يخاف. بقى الواحد ياخد جنب كده مع نفسه، اللي هو ايه، لا انا خليني في حياتي في بيتي، مش هتعامل مع حد حتى لو الحد ده كويس. طول الوقت الناس عايزاكي انت اللي تسألي وتروحي وتيجي وتعملي،
وانت وقت ما تقعي او تتعبي او تغيبي ما تلاقيش حد يسأل عليكي. ما الناس اللي انت كنت بتقفي جنبهم وبتسألي وبتروحي وفجأة تلاقيهم مش موجودين. طب انتوا فين؟ لا اصل احنا عندنا ضغوطات، لا اصل احنا مش فاضيين، اصل احنا تعبانين، اصل احنا لا. وكمان اللي يضايق اكتر ان هما يجوا يعاتبوكي، انت ما بتتصليش ليه، انت ما بقيتيش تيجي ليه، انت بتساليه زي الاول ليه. يا جماعه كل واحد يبص لنفسه. زي ما انت ما عندك مشاكل وحياه، انا برضو عندي مشاكل وحياه. زي ما الدنيا عندك مش متظبطه، اكيد الدنيا عندي برضو مش متظبطه. فيا ريت نعذر بعض، نقدر بعض. انا غبت اسالي عليا، انتي غبتي انا بسال عليكي. انما بصراحه الشخصيات اللي بتفضل تاخد منك دي دايما بتخلص الطاقه بتاعتك. فانا مش ما بحبش الشخصيات اللي زي كده، او التعامل مع الشخصيات اللي زي كده بصراحه. يعني انا بحب زي ما بقدرك تقدريني، زي ما انت ما بتختفي وبتلاقيني بسأل عليكي من غير ما الومك او عاتبك، انا برضو عايز نفس المعاملة دي. فالأحسن بصراحة أنا تجنبت كل ده وبقيت مع نفسي في حياتي، علشان خاطر منعا بقى للمشاكل والإحراج والكلام ده كله. فياريت الواحد يتعامل بحب كده، باحترام، زي اللي قدامك ما بيعاملك. ما ترميش كل حاجة على الطرف التاني. زي ما انت ما عندك انا عندي، زي ما انت عندك حياة ومشاغل وضغوط، انا برضو عندي نفس الكلام. فربنا يقدر كل واحد ويعين كل واحد على حاله، بس نلتمس الاعذار لبعض عشان الدنيا تبقى كويسة. بس انا هنا بقى خلصت ولمعت الدنيا وشلت بقى السجاد ومسحته وايه. يعني بصوا فرق شاسع خالص. فكده الدنيا بقت تمام وزي الفل. ولمعت بقى الحاجات كلها اللي عندي بره بالسفرة، بالمراوح والحاجات دي كلها. دخلت بقى على المطبخ، كان عندي شوية مواعين كده وقلت لما في حاجات على الرخامة قلت اشيلها برضو واصبنها معايا عشان تبقى نظيفة، وارجع كل حاجة مكانها. خلاص بقى المدارس رجع تاني، النشاط هيرجع، الصحيان بدري، النوم بدري. احلى حاجة بحبها في الدراسة بصراحة الواحد بيقوم بدري، بيخلص كل اللي وراه، بتنامي بدري. فدي احلى حاجة بتعجبني بصراحة في الدراسة. بس متعبة برضو، اللي هو بعيدا عن المذاكرة بقى والضغط اللي الواحد بيبقى فيه وكده. بس يلا الحمد لله، ربنا يقوينا ويصلح حال ولادنا يا رب، ويوفقهم وبالنجاح لهم كلهم يا رب، اللهم امين. كان عندي بقى شوية مواعين كده قلت اغسلهم معاه بالمرة عشان خاطر ايه، يعني اروق الدنيا كده من حواليا، ولما ادخل المطبخ تبقى الدنيا نظيفة معايا. طبعا المطبخ ده اهم حاجة، لازم يعني على طول تبقى متروقة ونظيفة كده، عشان خاطر يعتبر احنا يعني اغلبية الوقت بنبقى موجودين في المطبخ. بس خلصت بقى شطفت المواعين معايا، كان فاضل بس الصينية دي وشوية معالق كده، اخدتهم بالمرة على طول ويبقى كده ايه انا تمام. عايزه اقول لكم بقى المقطع اللي جاي ده حلو جدا، يا ريت بقى تشجعوا جودي وتعملوا لها لايك وتشجعوها بتعليقاتكم الحلوه تحت في الكومنتات. انا بصراحه اتفاجئت ان هي هتعمل حاجه زي كده، وقالت لي ممكن اشارك معاكي في الفيديو، فقلت لها طبعا يا قلبي. فمبسوطه بيها، عملت حاجه بسيطه بس بصراحه حاجه كويسه. يا ريت تشجعوا اولادكم حتى لو السلام هيعملوا. عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا دلوقتي هعمل ايس كريم في عز الحر اللي احنا فيه ده. فاحنا دلوقتي ومفيش احسن من الطريقة بتاعتي، جربوها وقسما بالله طعمها تحفة، طعمها تحفة، انا جربتها. يلا بقى هنجيب اول حاجة عندنا عبوة شوكولاتة. ما تكونش شوكولاتة اللي احنا مسيحينها، لا شوكولاتة نوتيلا. تمام، دلوقتي عندي الباقية دي. وجبت مربى عشان هنعمل برضو من المربى. يلا. وجبت علبة فاضية علشان هنحط فيها المربى. وجبت كوباية لبن بس ما تكونش سخنة، تكون ساقعة زي ما هي. يلا بقى علشان نشوف هنعمل ازاي طريقة الايس كريم. بقى هنجيب الشوكولاتة. اول حاجة هنجيب الشوكولاتة، وبعديها نجيب بقى حب لبن عشان نحطه. يلا. وزي ما انتم شايفين فضينا اللبن اهو. يلا بقى عشان نقلبه زي ما انتم شايفين اهو. يلا عشان بقلب القوام بس عشان. وده شكله بعد ما خلصنا. يلا بقى علشان قربي كده شويه. يلا بقى علشان نعمل المربى. جبنا برطمان المربى برضو، وجبنا كوباية لبن
فتحنا من المربى. يلا بقى عشان نحط اللبن. طبعا بقى ماما هي اللي بتحط اللبن علشان نخف يقع مننا. بصوا بقى هنجيب معلقه كبيره علشان نقلب وبعديها بقى نروح. يلا مقفول حلو. لا 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 مش مقفول. زي ما انتم شايفين انا وقعت اللبن اهو بقى. ويلا عشان اعمل فلت كويس. ما تيجي العلبه الفاضيه دي اللي احنا كنا جايبينها. دي قطعة من الفراولة. خلي بقى البرطمان ده عشان لو ممكن اقلبها. طيب كيكه الهوهوز تكون كيكه هوز او اوريو اللي انتوا عايزينه، بس انا ما لقيتش اوريو فجبت كيكه هوز والشوكليت شيبس اهو. يلا بقى عشان نحطهم على الشوكولاته زي ما انتوا شايفين اهو. دي المربى ايس كريم مربى وده ايس كريم شوكولاته. يلا بقى عشان نحط على الشوكولاته. مش هيكفي خلاص. لا حلو كده. قلبي بقى دي تقليبه كده يا اختي. يا اختي حلوه يا اختي. بس متهيألي ما تحطيش تاني. حلو كده. ممكن نحط هنا هيبقى تبقى طعمها حلو. لا عشان دي فراوله انما دي شوكليت. ماشي. زي ما انتم شايفين بقى، زي ما انتم شايفين خلصنا الايس كريم بالمربى والايس كريم بالشوكولاته. يلا بقى عشان نمسح نقفلهم كويس. هحطهم في الفريزر وهنشوف النتيجة بقى بعد ما يطلعوا. يلا يلا بقى بعد ما خلصنا عشان نمسح بقى اللي احنا عملناه. دلوقتي نسيبهم كده عشان ننضف مكاننا. كوباية اللبن نحطها هنا. كل ده لبن وقع. بسم الله ما شاء الله. بس كفايه يا ماما. عايز كفاية. السكه ما شاء الله. انا بقى استخدمت الحاجات دي فلازم انضفها بعد ما اخلص. دلوقتي يا جماعه بعد ما عملنا ايس كريم يلا بقى عشان نشوفه لما كنا عاملين بالشوكولاته وحاجه تاني مش هفكركم بيها. تا 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 تا. حلوه دي. ده اللي بطعم ايه؟ ده ايس كريم بتعمل المربى بالفراولة والايس كريم بالشوكولاته. يلا بقى تعالي يا كندا دوقي وشوفي انا احسن عشان احط والجبنه دي علشان نحط فيها الايس كريم. ده ايه دي؟ بسكوته. يلا تعالي دوقي حته صغننه عشان لسه حاسه طعمها حلو. قولي طعمها حلو ولا لا؟ تحسها اللي هي مربى. مربى؟ ملهاش طعم. اللي هي بالمربى. تحسيها حلوه. يبقى مش الشوكولاتة هدوق. انا بقى. عامله لنفسي مفاجاه. اتفضلي. الشوكولاتة هتبقى حلوة. طعمها ايه؟ المربى قليله كانت عايزه تزيد شويه بس مش طعمها هقول إن هي حلو. عامله زي الفانيليا شويه لما دقت. زي الفانيليا. اه. ماشي. فانيلا. دي شوكولاته طعمها خفيف. خلينا انا اخر حاجة. ايه اللي بالشوكليت طعمها حلو. ايس كريم احلى من من اللي بره. حلوه زي قولوا بقى رايكم كده حلوه ولا لا؟ لا انا عاجبني الاكتر اللي ياخد 10 من 10 الشوكولاته. المربى كانت عايزه تكتر شويه. كانت عايزه تزيد شويه. يلا كندا بقى. كندا انت ايه رايك في الشوكولاته ولا المربى؟ لا الشوكولاتة. تقيمي كل واحد كمان 10. انا ما دقتش الصراحه. طب ما يلا تدوقي ندوق. الفانيليا تلاقيها طعمها يعني. ترى ايوه دي مثلا نديها 7 من 10 قصدي 6 من 10. تمام. يبقى الشوكولاته هي اللي كسبت. لا بس جميله تسلم ايدك. أحلى ميكس ولا- حطي من هنا ومن هنا. ودي. ماشي. بسكوتة البسكوتة يا بسكوتة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا بقى شايفين احنا خلاص كلنا ايس كريم الحمد لله. ماما عجبك الايس كريم؟ تحفه. ماما بتاكله دلوقتي اصلا. تمام. بس الايس كريم بالمربى كانت قليله، زودوا المربى شويه، مش لازم زي بالظبط يعني. انا عشان المربى عندي كانت قليله فانتوا زودوا المربى شويه، نصيحه مني يعني. كده تعالي قولي لهم رايك ايه، الايس كريم عجبك ولا لا؟ الايس كريم عجبك ولا لا؟ عجب. طب الايس كريم بالمربى ياخد كام؟ 9. طب ماشي، والشوكولاته؟ 10. ماشي. وانتي يا ماما؟ بصي هما الاتنين حلوين، بس المربى كانت عايزه تزيد شويه، بس طعمه حلو اكنه ايس كريم فانيليا. والشوكولاته حلو برضه، تحفه. الاتنين حلوين. تسلمي ايديكي يا جوجو. تسلميلي يا امي، بس انتي برضو مساعداني، ساعدتيني. حبيبتي بس انت اللي عاملاه وانت اللي مفكره فيه، فتسلمي. وما تنسوش تعملوا لايك اهم حاجة، وتشتركوا في القناة اهم حاجة، وتفعلوا زر الجرس اهم حاجة. اوكي؟ ولو اول مرة تشوفيني تابعيني، كل فيديو يوصلك انا بعمله هيوصلك في ساعة. عارفة الصاروخ لما بيطير كده هيوصلك كده. باي باي، اشوفكم في فيديو تاني وتكون حاجة حلوة بقى. باي.